شوفوا بقى كمية الرز بلبن بتاعتنا دي من 2 كيلو حليب. بسم الله ما شاء الله عملوا الكمية دي، بسم الله ما شاء الله. وهم ده السادة منها اهو، وده اللي حطينا عليه اهو بشر وزبيب من الرفيع، وده اللي حطينا عليه بشر من العريض وزبيب. بسم الله ما شاء الله الكمية وهم. يلا بينا نعمل مع بعض الرز بلبن القمر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده يا رب، وصحة وصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة السنة الجديدة. ربنا يجعلها يا رب سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، ويجعلها سنة كده يا رب لتحقيق كل اللي نفسه في حاجة يحققها، وتبقى سنة خير يا رب كده، ونسمع فيها أخبار حلوة وأخبار تكون جميلة كده إن شاء الله، وتسعدنا كلنا بإذن الله إن شاء الله. النهاردة يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا جديد، والنهارده وصفاتنا كده سهله وحلوه وعلى قد الايد كده وجميله، ما بتاخدش اي حاجه معانا كده. نبدا كده نسمي بالله عليه افضل الصلاه والسلام. معانا كده 2 كيلو حليب بالشكل ده كده اهو، بس انا بقى غاليه الحليب عشان انا جايباه مثلا من الصبح وغليته عشان خاطر ما يروبش اهو. 2 كيلو حليب كده لبن جاموسي بالشكل ده كده اهو، ومعانا بقى كوبايه سكر بالشكل ده كده اهو. ده المكونات بقى بتاعه الرز بلبن. ومعانا كده بقى كوبايه رز غسلينها ونقعينها نص ساعه كده بالشكل ده كده اهو. ومعانا بقى كيس كريم شانتيه كده بالشكل ده كده اهو، اللي هو دريم ده. هو ده اختياري، في ناس بتعمله من غير كريم شانتيه، بس انا عشان يبقى حلو كده بعمله بكريم شانتيه. وده كده بشر اللي هو الخشن بالشكل ده كده اهو، وده كده بشر اللي هو الناعم. ومعانا كده زبيب اهو، ومعانا كده فانيليا برضو يا حبايب قلبي. ده اختياري، في ناس بتعمل الرز بلبن ما بتحطش فيه زبيب وبشر وكلام من ده، في ناس بتحط على الوش وفي ناس ما بتحطش، بس انا عشان يبقى حلو كده وبيدي طعم يعني هزود له بقى حاجات من دي. وفي ناس برضو بتحط اللي هو الكريم شانتيه، وفي ناس ما بتحطش، حسب الرغبة زي ما انتوا تحبوا يعني. هنبدأ بقى دلوقتي، هنرفع اللبن بتاعنا كده على النار. معانا كده اللبن بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، رفعناه كده على النار اهو زي ما انتوا شايفينه كده اهو. هنسيبه يدفى بقى شوية بالشكل ده كده اهو. هننزل بقى الرز بتاعنا اهو، هننزل بقى كمية الرز بتاعنا اهو كده. الرز بقى نزلناه في اللبن، وهنقلب الرز كده. طبعا الرز بتاعنا احنا هنسويه في اللبن. شوفوا بسم الله ما شاء الله اللبن بتاعنا سمين اهو. وهنهدي بقى النار، وهنسيب الرز بقى يستوى براحته كده في اللبن، وهنقعد نقلب فيه كل شوية كده يا حبايبي. هنديله تقليبة كده اهو لغاية لما الرز يستوى بقى معانا في اللبن اهو. طبعا ايدنا هتبقى فيه عشان ما يلزقش، كل شوية هنقعد نحرك اللبن كده في الرز لما يستوي.
وادي كده الرز بلبن بتاعنا. بدأ الرز يستوى اهو زي ما انتوا شايفين. بدأ الرز كده يخش في السوية اهو. طبعا احنا ايدينا فيه على طول، بنقلبه كده على طول عشان ما يلزقش. كده الرز بتاعنا بدأ يستوى. هنضيف بقى كوباية السكر بتاعتنا كده، بسم الله اهو. وهنقلب بقى شوية لما السكر كده يدوب. طبعا احنا سايبينه يجي، بصوا يجي ربع ساعة كده قاعدين نقلب فيه على نار بسيطة خالص، على نار هادية، موطيين العين على نار هادية اهو. لما بدأ يخش في السوية كده الرز بتاعنا احنا بنسويه في اللبن. وبعد كده هننزل بالفانيليا بتاعتنا اهو. ادي الفانيليا بتاعتنا. يبقى احنا نزلنا بالسكر وبالفانيليا. وبمعلقتين كده من الكريم شانتيه بتاعنا اهو، اللي هيخلي بقى الرز بتاعنا حبايته بيضه كده وجميله اهو. نزلنا بمعلقتين كبار كده زي ما انتوا شايفين من الكريم شانتيه بتاعنا اهو. وهنقلب بقى. طبعا احنا ما بنحطلوش السكر ولا الفانيليا ولا الحاجات دي الا ما يقرب يخش في السويه. وهنقلبه برضو كده. هندوب بقى السكر وهندوب الكريم شانتيه كده اهو. شوفوا القوام بتاعه بدأ يتقل ازاي اهو. الرز طبعا لما بيستوى النشا اللي في الرز بتتقل طبعا الرز بلبن بتاعنا كده، وما بنكونش محتاجين نحط فيه نشا. وهنقلب فيه بقى كده، هنسيبه كده وهنقلب بقى كل شوية، بصوا كل دقيقتين هنقلب تقليب لغاية لما الرز باللبن بتاعنا يخلص كده. وادي كده زي ما انتوا شايفين الرز بلبن بتاعنا بقى جاهز بالشكل ده كده اهو. والقوام بتاعه المظبوط كده اهو بالشكل ده كده اهو. ومعانا العلب دي بقى، شاريين العلب دي كده اهي. هنحط فيها كده بقى الرز بلبن بتاعنا اهو. كده الرز بتاعنا اللبن بتاعنا اصبح جاهز كده. هنعبيه كده في العلب وهو سخن كده، حسب بقى الاطباق اللي انتوا بتحطوها بقى عايزين تحطوه كده. بس انا عشان بعد ما يبرد كده هحطه في التلاجة اهو. انتوا حابين بقى تزينوه بقى، او تسيبوا الوش اللي بيبقى عليه بقى زي ما انتوا عايزين. كده الرز بلبن، القوام بتاع الرز بلبن بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والرز بلبن بتاعنا ريمه كميه، بصوا ما اقولكوش، وطعمه وهم والله بسم الله ما شاء الله كده ايه، حاجه كده جميله. هنعبي بقى كل العلب بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. وهو بيتقل طبعا احنا ما بننشفش الرز قوي اهو. اهو شايفين الرز بلبن بتاعنا جميل ازاي. هعبي بقى يعني افرغ بقيه الكميه ونرجع لبعض تاني. وادي يا حبايب قلبي كميه الرز بلبن بعد ما خلصت
بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوف شايفين الرز بلبن عامل ازاي، وشوفوا بقى الكرمشه اللي على الوش دي، حاجه بصوا اللهم بارك تحفه. وزيناه كده اهو بالبشر اللي هو الرفيع وبالزبيب، وزيناه برضو بالبشر اللي هو العريض ده اهو وبالزبيب. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ما فيهوش غلطه وتحفه وجميل جدا بألف هنا. يلا بينا بقى يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت يعجبكم بقى. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم. مع السلامه.